عيلة بيوتي من البداية للشهرة. تعالوا معي اليوم حتى أعرفكن على أشهر العائلات على السوشيال ميديا، واللي هن عيلة بيوتي. عيلة بيوتي مكونة من أب وأم و5 أطفال، 3 بنات وشابين. كان كتير عيلة متحابة ومترابطة ومتماسكة مع بعضها البعض. الأم بتشتغل عندها صالون وكتير كانت مبسوطة فيه، وهي أم مثالية وقريبة كتير 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 من عيلتها. والأب كان محامي مشهور ويستلم قضايا، والاثنين كانوا يشتغلوا وما خلوا الأطفال يحتاجوا شيء أبدا. يعني الأطفال كانوا عايشين بحياة صحية ومثالية كتير. وفجأة انقلب كل شيء بحياة هاي العيلة. صاروا من عيلة كانت عايشة بعيشة هنية مترابطة ومتحابة وعايشين عيشة مثالية وصحية، لعيلة عم بتعاني من الفقر والتعتير. وهذا السبب كان بسبب الحرب بسوريا. اضطرت هاي العيلة تترك حلب وتنتقل لموطنهم الأصلي يلي هو بضيعة. فبالضيعة عانت العيلة من قلة المي، قلة الكهرباء، قلة الأكل. حتى إذا بيصير لك تتحمم مرة كل شهرين فأنت كتير كتير محظوظ، إضافة إنه هن ما كانوا بيعرفوا اللغة الكردية على المزبوط، فكانوا يعانوا من قلة التواصل بينهم وبين قرايبينهم. وهي العيلة بتوصف إنه هاي الفترة هي أسوأ فترة بحياتهم، بس مع هيك علمتهم الصبر والامتنان لكل شيء ممكن الله يبعث لهم إياه لقدام من خير. فهون قررت العيلة إنه تهاجر من سوريا للسويد. وهنيك كمان كانت معاناة حقيقية، لغة جديدة، ناس جداد، عادات وتقاليد جديدة. كتير العيلة عانت لحتى قدرت تتأقلم مع المجتمع الجديد والحياة الجديدة يلي انفرضت عليهم فرض. بس مع هيك العيلة ما استسلمت، بالعكس كانت عيلة كتير صبورة وتحملت كل الظروف يلي تعرضت لها بصبر وإيمان إنه كل شي بيجي من عند رب العالمين هو كله خير. فيوم من الأيام كانت شيرين ونارين وسدرة عم يحضروا يوتيوب، وهون خطر ببال شيرين إنه تفتح قناة على اليوتيوب مثل اليوتيوب الأجنبي وتنزل عليه بغرض التسلية. ونزلت يوميتها أول فيديو لها على اليوتيوب يلي كان تعريفي عنها. بعدين طلبت من أختها نارين كمان تنزل وتفتح قناة على اليوتيوب حتى إذا تعرضت للتنمر ما تكون لوحدها. وافقت نارين ويوميتها نزلت كمان أول فيديو على اليوتيوب لها بتحدي لو خيروك مع أختها شيرين. وهون كانت اللحظة المفصلية بحياة عيلة بيوتي. طلعوا موقعين عقد مع يوتيوب وبلشوا يجيهن أرباح من الفيديوهات يلي عم ينزلوها على اليوتيوب. كمان أقنعوا أختهم الثالثة يلي هي سدرة بيوتي كمان تنزل يوتيوب وتفتح قناة، وكمان أول فيديو لها كان تعريفي. بلشت العيلة تتغير أمورهم كلها، وبلشوا هالبنات ينزلوا فيديوهات على اليوتيوب. اللي كان أكتر التزام فيهم هي نارين بيوتي، لأنه حبت كتير كتير الموضوع وعندها هواية فيه، لهيك نجحت أكتر وحدة وهي حاليا الأكثر شهرة بين أخواتها. فجأة نارين قلبت المحتوى وصارت تساويه عائلي، تدخل أخواتها البنات والشباب بالفيديوهات، مقالب عائلية وحياتهم اليومية. والمتابعين كانوا كتير مبسوطين والتعليقات كانت كلها إيجابية، فيديو ورا فيديو، منشور ورا منشور. هاي العيلة صارت من أشهر العيلات على السوشيال ميديا وصارت كتير انطارة. العيلة ما وقفت هون، بالعكس طوروا كتير 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 من حالهم. شفنا إلهم حسابات على إنستغرام وتيك توك، هذا الشي يلي خلاهم لسه ينتشروا أكتر وأكتر وتزيد شعبيتهم والمشاهدات تصير بالملايين. لهذا السبب البراندات العالمية صارت تتعامل معهم وتروج لمنتجاتها من خلالهم. العيلة انقلبت حياتها رأسا على عقب. العيلة يلي صارت من أشهر العيال على السوشيال ميديا ما اكتفت إنه تروج لبراندات عالمية، بالعكس تصرفوا بأكثر ذكاء، عملوا براندات خاصة فيهم وصاروا يروجوا لها، والناس كتير حبت هاي البراندات وأكدوا على أنها كتير مفيدة وصحية. مثلا شيرة وشهد عملوا براند خاص فيهم للرموش، شيرين بيوتي عملت آي باتشز تحت العيون، ونارين بيوتي أطلقت الأول براند إلها اسمه بمبن، ورجعت أطلقت جلوس للشفايف وسمته أورا.
وسيدرا بيوتي عم تحضر لمنتج العناية بالبشرة لسه ما أعلنت. برأيي الشخصي عائلة بيوتي من أجمل العائلات يلي ممكن نشوفها على السوشيال ميديا، وهي هاي العائلة يلي بتعلمك إنه قد إيه مهم إنه يكون في بحياتك ناس بتحبك وبتدعمك لحتى تتطور وتنجح وتحقق كل أهدافك. شو رأيكم بعائلة بيوتي؟ اكتبولي بالتعليقات وتابعوني. باي.